السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم تيراميسو بذوق الليمون، طريقة بسيطة ومقادير أبسط. نتمنى تتابعوا الفيديو الأخير، متأكدة اللي راح يعجبكم. كاس غبرة لاشونتي، 1 علبة ياغورت ذوق ليمون، عصير نصف ليمونة. تحبي ديري ما ديري، انا حبيت ندير ليمون باه يكسر الحلاوة تاع لاشونتي، وطلعيهم بالباتور. اذا جاتك ثقيله كيما هكا تقدري تزيدي لها القليل من الماء وزيدي تعاودي تخلطيها حتى يولي القوام تاعها كريمي. زيدي لها الماء حتى توصل للقوام هذا. انا درت لي تقريبا نصف كاس ماء، وهذا يعود لحجم حبه الليمون اللي استعملتي منها نص، وحجم علبه الياغورت اللي استعملتيها ثاني. بعد ما توصلي لهذه المرحله حطيها في الثلاجه تبرد. كاس ونصف ماء، عصير نصف حبه ليمون، 3 ملعقة كبيرة سكر، ملعقة ونصف نشاء، بيضة، وخلطيهم بارد في بارد. ومن بعد نحطوهم على النار حتى تعقد. بعد ما تحطيها على النار وتعقد زيدي لها ملعقة كبيرة مارغرين وخلطيها وخليها تبرد. حضري كمية من الشربات اللي تكوني خدمتيها بكاس ماء مع نصف كاس سكر، وتحطيهم على النار يغليو حوالي 4 إلى 5 دقائق. من بعد ما يغليو طفي عليهم وديري لهم كمية من الليمون. غطسي فيه حبات لي بودوار تاعك غطسة خفيفة، وحطيها في المول تاعك يكون زجاجي من المستحسن حتى تخلصي الطبقة الأولى أكل. ديري طبقة في القاعدة، ديري طبقة لاشونتيي اللي تكون بردت، ثم نديرو طبقة كريمة الليمون ونحطها في الثلاجة تبرد وتتماسك جيدا. هاو بعد ما برد التيراميسو تاعنا وتماسكت الطبقات تاعو جيدا، شوفوا بعد ما قطعناه جا بنين بزاف، ذوق الليمون جا واضح فيه، رائع. نتمنى يعجبكم وتجربوه. شهية طيبة.